السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وحضراتكم بخير. احنا النهاردة هنتكلم على عدم التئام الكاحل. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، كل عدم الالتحام بنحكم عليه تقريبا من 3 ل6 شهور في الطرف السفلي. واحنا في الوقت بتاعنا دوت مع الحاجات الغريبة اللي بقت موجودة في الجو، الملاحظات الشخصية، يعني احنا بقينا بنزود المدة. يعني بلاش الاستعجال في أخذ القرار بتاع إن احنا نتدخل أو لأ بسرعة عند مثلا 6 شهور. في بعض الأماكن بعد ما بنفحص وبنشوف الوضع إيه ممكن نأخر شوية، يعني على حسب الوضع. يعني الأرقام دي أنا ممكن أجي مثلا عند شهرين ولاقي الدنيا بتوسع أكتر، فأنا أكيد مش هستنى. وممكن بالفحص ومتابعة الأشعات ألاقي الدنيا إيه مقبولة. وخلي بالك، عشان كده أنا بقول لك إن 6 شهور ديت مش شرط إنها ما تلحمش بعديها، يعني بس بيبقى التطورات فيها أضعف، فبنقارن المكاسب والمخاسر ونيجي نقول إيه هنعمل أو مش هنعمل. طيب دي أول معلومة. تاني معلومة بالنسبة للكاحل، أنا بس عايز أعرف إن إحنا اللي هنتكلم عليه ده النتوء الداخلي وده النتوء الخارجي. أي واحدة منهم تتكسر وما تلحمش، دي مكونات الكاحل، اللي هو بالبلدي يعني البز الداخلي والخارجي. نادر جدا يا جماعة إن الكلام دوت يحصل، نادر جدا، لأن المناطق ديت مليانة دم مليانة دم، فبيساعد اللحام عالي جدا، يبقى كويس. بس ساعات العظمة دي اللي هي الشظية اللي هو النتوء الخارجي تلحم سيء، فتخلي العظمة الداخلية أو النتوء الداخلي ما يلحمش. يعني دي تلحم على قصير فتاخد الأنكل أو الكاحل لبره في فالجس، يشد على العظمة ديت ما يخليهاش تلحم. ده ملخص، ده أشهر الأنواع. أو إن ديت ما تلحمش، نادر نادر ما تلحمش لوحدها، أو دي ما تلحمش لوحدها، نادر. أشهر حاجة اللي أنا بقول لكم عليه إن دي تلحم غلط، فما تخليش دي تلحم. طيب دي أول نقطة. النقطة اللي بعد كده، ايه هي بقى اسباب الحاجات النادرة اللي يحصل فيها الكلام دوت؟ اهم سبب اللي هو التدخين. التدخين يا جماعة بيبوظ اللحام بنسبة، في بعض الكسور بتوصل ل 80%. فاحنا لما بنيجي نقول بطل تدخين، ده ما بيبقاش على سبيل المرح. الناس اللي ما بتدخنش وصحتها كويسة في نسبة عدم لحام، فلما احنا نيجي نضيف عليها معامل اخر اللي هو التدخين، ف يعني بلاش الاستهانة بالحاجات البسيطة دي. طيب في أسباب تانية، الصديد والسكر. بس لازم تبقى عارف إن وجود الصديد ما بيمنعش اللحام، يأخره. فاحنا لو عندنا مكان معمول له عملية وبيجيب صديد بنستنى عليه شوية، يعني بننظف، بندي مضادات حيوية على حسب المزارع، مش من دماغنا. بنشوف الوضع ايه. وبعد كده هو بندي العلاج المناسب، بس بنصبر عليه، لان الصديد في وجود عظمة ثابتة احسن من ان يبقى فيه صديد والعظمة مش ثابتة. دي بتبقى مشكلة كبيرة قوي وبتزود في نسب الصديد. فبنستنى لغاية لما الدنيا تبتدي العظمة تلحم وبعد كده ناخد اجراء. طيب وجود الكسر المفتوح بيبقى عامل مساعد، يعني الناس اللي هي بيحصل عندهم كسر بحيث ان عظمة الكحل بتبقى في الشارع، طبعا ده نسب الالتهابات فيها وان يحصل مشاكل وعدم اللئام عالية جدا جدا. مش بنقول الكلام دوت فبيفرق في العلاج، ده بيفرق في توقعات المريض. بنعرفه بالكلام دوت لانه ساعات بيبقى فيه برضو بعض المرضى ومعذورين في التفكير ده، انه بيبقى داخل العمليات فاكر ان هو هيرجع للوضعيه اللي كان قبل الاصابه، قبل الحادثه مثلا حادثه العربيه او السقوط.
الوقعة اللي وقعها ان شاء الله معظم الحالات بترجع للوضع الشبه الطبيعي، وفي للأسف حالات ما بترجعش للوضع الطبيعي، فاحنا بنلم اكتر ما يمكن انقاذه. طيب نوع العلاج بتاعت الكسور الكاحل سواء النتوء الخارجي او الداخلي مش سهل ان احنا ناخد فيها قرار تحفظي. يعني انا معودكم معايا ان احنا بنمشي على التحفظي لأبعد الحدود، بس يعني كسور الكاحل بالذات بيبقى محتاجة ترجع بدقة قوي، ومحتاجة حركة الكاحل يبتدي بدري قوي عشان نمنع التيبسات. فموضوع ان يبقى فيه علاج تحفظي بالجبس ده بيبقى نادر. فبعض الكسور اللي مش متحركة خالص، ومثلا الست كبيرة قوي او الراجل كبير قوي، اما الشباب ده ما بيبقاش تقريبا في مجال لموضوع التحفظي. طيب احنا بنقسمهم ازاي؟ الكسور يا جماعة عموما عدم اللئام ده بنشوف هل هو عند مكان الكسر في دموية ولا مفيش دموية. نعرفها ازاي؟ ان نلاقي الحتت متضخمة عند مكان الكسر، نعرف ان الكسر نفسه يلحم بس محتاج يتثبت عدل، يتمسك كويس، ودوت غالبا ما بيبقاش محتاج ترقيع عظمي. اما النوع التاني اللي هو بيبقى الاطراف بتاعته رفيعه كده عامله زي قلم الرصاص، ده بيبقى محتاج ترقيع عظمي، وبيبقى بياخد وقت وبيغلبنا في الشغل. طيب بنشوف كمان اذا كان في نقص في العظم ولا لا. يعني هل محتاج اطاله؟ يعني العظمه مثلا لو هي سيئه الالتحام، لحمه على قصير، فمحتاجه تتفرد وبنزود بطريقه معينه او نرقع بشكل معين بحيث ان احنا نزود الطول، ولا لا. الكلام دوت بنشوفه في الاشعاعات اللي هي قبل والاشعاعات المقطعيه. هل في تلوث؟ طبعا ده هيفرق معانا. احنا ممكن مثلا يبقى العظمه مش لحمه وعليها زي ما هنشوف بعد شويه الحاله اللي احنا لسه شغالينها قريب. فبن يعني في حالات مثلا بنشيل احنا فيها المسامير وبندي فترة معينة لغاية لما الدنيا تنضف، وبعد كده نروح جايين حاطين الفاينل بتاعنا. يعني تاني عشان نجمع في موضوع التلوث، انا مضطر، الصديد رهيب قوي، فانا مضطر ان انا اشيل المسامير او الشريحة او ونركب مثبت خارجي او ما نركبش على حسب ما بنشوف، على حسب طبيعة الكسر. وبنحط يعني من اشهر الترقيع اللي احنا بنحطه بالمضاد الحيوي اللي هو الاستيميولان، اللي هو كان ايام زمان بنسميه السبحة. دلوقتي بقى في حاجة انضف بكتير بصراحة، وبنحط الترقيع بتاعنا، وبيبقى عليها مضاد حيوي، بيدخل مضاد حيوي للجسم لغاية لما عند مكان الكسر، لغاية لما الدنيا تنضف. عادة بتاخد لها 3 شهور ولا حاجة ونبتدي نشتغل تاني على نظافة. طبعا بيبقى الدنيا أصعب وأصعب. نوع العلاج السابق يعني كان معمول له إيه؟ طيب إيه الأعراض؟ كسر، فهيبقى في الحتة ديت ألم ومش قادر أمشي، ده الكاحل، ده الجسم كله محمل عليه فمش عارف يمشي، أو لاحم على معوج فمخلي فيه صعوبة رهيبة في الحركة، ملوث فعمال ينز من كل ناحية. على حسب بقى، يعني الأعراض بتختلف من مريض لمريض، أو بس ألم، بس مش عارف يمشي. بس الكاحل خلي بالكم احنا يمكن نسيت أزودها في العلاج، طيب لما نبقى نوصل لها. الأشعاعات طبعا يا جماعة بنحضر العيان كويس. لو احنا خدنا القرار بتدخل جراحي بنعمل أشعاعات حديثة، يعني ما تبقى في خلال مثلا آخر أشعة في خلال 2-3 ما تزيدش عن كده، وأشعة مقطعية. من ضمن الحاجات يا جماعة في علاج عدم التئام الكاحل، وده عموما في الكسور حقيقي بيفرق، اللي هو الموجات الكهرومغناطيسية دي موجودة في بعض أماكن العلاج الطبيعي، بيبقى مهم جدا جدا بالذات في المراحل الأولى. يعني بنشوف مثلا كسر مثلا في العضد ده اللي هو الدراع،
اللي هو اللي ما بين الكتف وما بين انا بدي مثال يعني، وما بين الكوع، ومش راضي يلحم. بدري بدري كده هوت بنبتدي نشتغل عليه بالموجات. الدنيا بتفرق كتير، الفخذ، الساق، كل الكلام ده، بالذات لما يبقى في الفترة الأولى، وحتى لو متأخر يعني، حتى لو بعد 6-8 شهور برضه بنديله محاولة في الأول. بس طبعا تتأكد من المركز وأطباء العلاج الطبيعي المختصين بالكلام ده. النقطة التانية اللي العلاج بيعتمد عليها زي ما قلنا، حالة الكسر، هو دموي ولا غير دموي؟ الجلد أخباره إيه؟ الدنيا مستقرة فيه ولا محتاج تجميل معانا ولا لأ؟ هل في التهاب؟ معامل الالتهاب ESR والCRP مهم جدا قبل العملية، نشوف الدرجات بتاعته إيه. هل هنشيل ونحط الترقيع بالمضاد الحيوي فترة لغاية لما ينضف، وبعد كده نشتغل فاينل نهائي على حسب ما بنشوف الوضع. من أشهر الحاجات اللي هو النتوء الداخلي دوت، إن إحنا بن 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 بنثبته، لأنه طبعا بيبقى أصلا متثبت هو بمسامير. يعني مثلا بصوا الحالة دي أصلا هي العيان شره في التدخين، فالنتوء الداخلي بتاعه ما لحمش، هو متركب له مسمارين. طب انت لما تيجي تخيل انت العظمه الصغنونه دي، لما تيجي تشيل مسمارين منها، هتعرف تحط تاني مسامير؟ الموضوع ما بيبقاش سهل. فغالبا بنحط حاجه اسمها كي واير وتنشن باند، اسلاك معدنيه بتتلف بشكل معين. هو العيان ده كان محظوظ وحطينا له الكي وايرات 2 ومعاها الضفيره ديت اللي هي ضفيره معدنيه، سلك معدني، وعرفنا نحط له كمان مسمار مع الترقيع العظمي. حطينا عظم صناعي، ما بنستخدمش عظم طبيعي يعني. دي من ضمن الحالات السهله يعني، اللي ما بيبقاش ان شاء الله بتبقى ايه الامور فيه كويس. من ضمن الحاجات يا جماعه ساعات بيتاخروا قوي بحيث ان المفصل الكاحل نفسه بيبقى باظ، فده ساعتها بيبقى محتاج السمكره. وطبعا عندكم محاضرات كتيره للسمكره. صحه حضراتكم تهمنا.